لما تخرجها محمود قندوز الآن، لما تخرج البطاقة الحمراء في الساحة الرياضية الجزائرية؟ الساحة الرياضية. إذا حبيت تقول أسماء قل أسماء. والله البطاقة الحمراء يعني نعطيها لصديقي وأخوي حافظ دراجي. حافظ دراجي واش دخلوا في الساحة بصراحة يعني روج الحملة تاع كره فريق تاع الجيل تاع 82 و 86. وكان عنده مشكلة مع ربح سعدان فقط. والله بصراحة أنا نقول لك يعني هذه جات فرصة نقول يعني تراجع على هذه الفكرة نتاع لأن كنت في كأس العالم في 2014 كنت محلل في قناة اسمها سكاي نيوز عربية أبو ظبي. بعد مباراة ألمانيا أو كوريا قال كلام يعني مش مليح على جيلنا، مش على محمود لأن أخوي حافظ. قال أن هذا الفريق يعني يمحي أسطورة 82 وهذه ما عندها حتى علاقة مع هذه. لأن بصراحة يعني الكره اللي يكرهونا حنايا 82 هذه يعني مش نقول لك احنا أحسن، ولكن ندافع على جيل كنت تنتمي إليه. هذا الجيل اللي مطلب ولا شيء، يعني كنا كونسيديري هذه كوم ان دوفوار، يعني ما كان عندنا حتى شيء. وهذاك الشيء يعني احنا كونتنا جزائر. يعني لما اليوم نتكلموا نقول كنا نكون الجزائر كانت تكون لاعبين بمستوى عالي، وهذا الناس حبوا يمحوا هذيك الشيء اللي يعني تشوف هذه المشكله تاع الاجيال هذه مشكله اختلقها البعض، وتشوف اللي حافظ دراجي وروج عليها وتبعوها ناس ويعني يلعبوا بالعاطفه، وهي غير موجوده. هذه المشكله تاع الاجيال ما كانش. احنا يعني مثلا الجيل تاعنا انا نشوفها في عيونكم محمود قندوز ابدا، نشوفها في عيون ربح ماجر عندما تسعد الجماهير بمحرز وسليماني، نشوفها في عيونك انت، وهذا من حقك لانه انت صنعت مجد في سنوات سابقه. تشوفها في عيون علي بن شيخ ايضا لما يتحدث على محرز. لا 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 لا. ولكن يجب ان نقبل قواعد الحياه، هذه هي. ابدا.